هل ممكن ابدا في الدروب شيبينج بميزانيه $200 او $300 ولا الكلام ده عمليا بيبقى تنفيذه صعب؟ وعارف انك بتشوف الكلام ده كتير جدا في فيديوهات على اليوتيوب، وبتبقى دايما عايز تعرف هو الكلام ده فعلا ينفع يتحقق ولا لا. ولو مثلا دخلت بميزانيه مثلا $300، فدي على الاقل نسبه نجاحها تبقى قد ايه؟ يعني 20%، 30%، 50%، نسبه نجاحها قد ايه بالظبط؟ وحتى لو في احتمال ضعيف انها تنجح، ايه بقى الخطوات اللي انا محتاج اعملها عشان امشي في الموضوع ده؟ ومحتاج ازاي اقسم خطواتي بالنسبه للميزانيه القليله دي؟ كل ده بقى هنتكلم عليه في الفيديو بتاع النهارده. اهلا بيكم، انا محمود المكاوي، وده فيديو جديد لينا على القناه هنا. ناس كتيره جدا بتسال السؤال ده، هل فعلا محتاجين ميزانيه كبيره في الدروب شيبينج عشان نبتدي في المشروع ده؟ والاجابه هنا بكل صراحه ان انت محتاج ميزانيه في الاول. وكنت اتكلمت في فيديو قبل كده، هسيب لكم لينك الفيديو تحت، ان احنا كنا عشان نعمل متجر دروب شيبينج ناجح او نعمل مشروع ناجح في الدروب شيبينج، فاحنا محتاجين لا يقل عن 1000 او $1200. وكنا قسمنا الميزانيه دي ان انت محتاج تعمل ستور احترافي، ومحتاج تعمل شركه انجليزيه عشان تتقبل في شوبيفاي بيمنتس وتحل مشكله بوابات الدفع اللي موجوده على شوبيفاي، وتعمل فيديوهات حلوه للمنتج بتاعك ده عشان تحطها على السوشيال ميديا، وبعد كده بقى تعمل الاعلان الممول على السوشيال ميديا وتجيب حد شاطر يعمل لك الاعلانات دي. وكنا اتكلمنا ان تكلفه الكلام ده كله من 1000 ل $1200. وهسيب لك لينك الفيديو تحت هنا عشان بجد الفيديو ده هيفرق معاك جدا، وخصوصا لو انت واحد مبتدئ وعايز تفهم اصلا ايه الدروب شيبينج وايه الخطوات اللي انا محتاجها في الاول. لكن بقى الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده ده هو مختلف شويه، وهو ان في ناس كتيره قوي على اليوتيوب وانستجرام وتيك توك بيقولوا ان هم ابتدوا في الدروب شيبينج بميزانيه $200 و$300، وغير كده كمان بيقولوا ان هم نجحوا جدا وحققوا منها مبالغ كبيره جدا. فهل فعلا بقى الكلام ده اصلا صح ولا لا؟ ولو حتى هنفترض ان الكلام اللي بيعملوه ده صح ونجحوا بيه فعلا، هم بيستخدموا $200 او $300 ازاي؟ ده حتى عشان تفتح شركه انجليزيه لوحدها ب $200 اصلا، لا ده هو عمل المشروع كله ب 200 او $300. فاللي عايزين بقى نعرفه دلوقتي ايه الخطوات وايه الاستراتيجيات اللي بيعملوها عشان يعرفوا يعملوا ميزانيه صغيره جدا كده لمشروع دروب شيبينج. ما هم اكيد بيعملوا حاجات مختلفه شويه عن اللي بتتعمل في الدروب شيبينج العادي، عشان الدروب شيبينج العادي مكلف، فمعنى ان هم بيعملوها ب $300 ده معناه ان هم بيعملوا خطوات مختلفه شويه. والنهارده بقى في الفيديو ده انا جاي اشرح لك الطريقه اللي بيعملوها كامله بكل تفاصيلها، وكمان هقول لك رايي في اخر الفيديو بمنتهى الامانه، هل الطريقه دي فعلا حلوه ولا لا، وهل الطريقه دي ممكن فعلا تبني على اساسها بيزنس ولا لا. وبما ان في ناس كتيره جدا بيقولوا انها عملوا منها فلوس، فهي بنسبه كبيره، او يعني مش بنسبه كبيره بس في احتمال يعني ان الطريقه دي تبقى فعلا طريقه ناجحه. وهنشرح تفاصيل الاستراتيجيه دي خطوه بخطوه جوه الفيديو بتاع النهارده. واهم حاجه بقى دلوقتي انك تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب، وبعديها تعمل لنا فولو على الحسابات بتاعتنا على تيك توك وانستجرام. ولو في اي سؤال واقف معاك سواء في الدروب شيبينج او التسويق بالعموله او ايا كان حاجه تخص التجاره الالكترونيه كده، فيا ريت تبعت لنا مسج على الدي ام بتاع انستجرام واحنا هنرد عليك على طول، او سيب لنا كومنت تحت. ويلا بينا بقى دلوقتي نخش على الموضوع بتاعنا وازاي نعمل متجر دروب شيبينج بميزانيه 200 او $300. واول حاجه بقى هنبتدي فيها مع الناس اللي بتقول ان هم بيبتدوا بميزانيه قليله جدا في الدروب شيبينج، وهو ان بسم الله الرحمن الرحيم كده من الاول هم ما بيستخدموش شوبيفاي نهائي. وطبعا هتسال نفسك سؤال دلوقتي، هم بيعملوا الستور بتاعهم على ايه اصلا؟ وليه ما بيستخدموش شوبيفاي؟ عشان اصلا شوبيفاي غالي، وعشان تعمل بوابات الدفع فانت محتاج تعمل شركه انجليزيه وتتقبل على شوبيفاي بيمنتس او سترايب وحاجات كده مكلفه كتير يعني، ودي لوحدها اصلا ب $200 لوحدها، ده انت وفرتها حوار الشركه الانجليزيه ده. وكمان عشان شوبيفاي ممكن تقفل الحساب بتاعك لو عرفت ان انت فاتح شوبيفاي بيمنتس من دوله زي مصر مثلا، عشان انا من مصر، فهي مصر مش من الدول المدعومه في شوبيفاي بيمنت. وموضوع بقى بوابات الدفع ده ان شاء الله انا بجهز فيديو هقول فيه كل حاجه بخصوص بوابات الدفع ده بالتفاصيل الممله، ازاي تعملها وهتكلفك كام، وبالخطوات عملي قدامكم خطوه بخطوه، وهقول لك ساعتها ايه الدول المدعومه وايه الدول مش مدعومه، طب ايه الحلول لو الدوله بتاعتي مش مدعومه، وكل الكلام ده هجمعه في فيديو، بس الفيديو ده هيبقى طويل شويه، فان شاء الله استنوا الفيديو ده هيبقى فيديو قوي جدا. المهم دلوقتي نرجع للموضوع بتاعنا. احنا دلوقتي وفرنا $200 اللي هم بتوع الشركه الانجليزيه اللي كنا بنعملهم على شوبيفاي. طب والسؤال هنا، انا لو ما عملتوش على شوبيفاي هعمله على ايه اصلا؟ وساعتها بقى هتستبدل شوبيفاي بمنصه ثانيه، والمنصه الثانيه دي اسمها بلس بيز. وبلس بيز هي نفس فكره شوبيفاي بالظبط، وهو موقع برضو بتعمل عن طريقه متاجر وستور اونلاين تبيع فيهم المنتج اللي انت عايزه. وبلس بيز بقى فيها ميزه خطيره جدا مش موجوده في شوبيفاي، وهي ان فيها بوابات دفع مدمجه، والبوابات دي مسموحه في مصر. يعني هي فيها بوابات دفع مدمجه على طول ممكن تستخدمها، لا محتاج بقى تفتح شركه انجليزيه ولا سترايب ولا شوبيفاي بيمنتس، لا ده الحساب هيجيلك لو جالك فلوس يعني هيجيلك على حسابك اللي في بلدك عادي من غير بقى اللفه دي كلها. وكمان انا مش بتكلم على مصر بس، هي مدعومه في كل الدول العربيه غالبا. وهنا بصراحه بيني وبينك انت وفرت حاجه كبيره
كبيره جدا والصداع بتاع الشركه الانجليزيه وخطواتها، وممكن بعد كده يقفلوا الحساب فهيتصلوا بيك ويقول لك ابعت لنا البيانات بتاعك عشان نتاكد، فيتاكدوا ان انت مش عايش في البلد اللي انت عامل فيها الستور يعني، فممكن يقفلوه لك، وقصه كده وجع دماغ كبير. وبلاس بيز في سعر الاشتراك بتاعها الشهري هي مش فارقه كتير على شوبيفاي، هي بحوالي برضه $39 حاجه كده نفس شوبيفاي يعني. وانت بقى لو عايز تعمل فيها ستور احترافي ويكون شكله حلو وكده، فلو رحت جبت من ناس من على مواقع العمل الحر سواء فريلانسر او اب وورك او كده، ويعملوا لك يعني ستور حلو كده على بلاس بيز، فهياخد منك حوالي $30 وهيبقى فيها سيم مدفوع برضه. على فكره هي ارخص جدا من شوبيفاي، والسيمز فيها ارخص من شوبيفاي، وكل حاجه ارخص من شوبيفاي، لكن اتقل معايا شويه كده عشان فيها عيوب برضه كده لما اقولها لك مش هتعجبك خالص. ولو رحت جبت حد بقى من على مواقع العمل الحر دي ويعمل لك هو الستور، فده هياخد منك حوالي $30. وال$30 دي انا مش بقولها من دماغي كده، لا انا دخلت ودورت فعلا على مواقع العمل الحر، هم فعلا بيعملوا الستورز على بلاس بيز بحوالي $30. ولو حتى مش مصدقني خش دور على اب وورك مثلا. فاحنا اتكلمنا الاشتراك في الاول $39، وبعد كده بقى ديزاين الستور والسيم المدفوع وكده حوالي $30. وعلى فكره $39 في الاول دول انت في كذا طريقه انك ما تدفعهمش، زي انك تخش من افيليت لينك لحد معين مثلا او كده، بس احنا هنحسبهم يعني. فاحنا دلوقتي بنتكلم 39 و30، يعني بنتكلم في حوالي $70، ودي كده دلوقتي كل الفلوس اللي دفعتها عشان تفتح الستور بتاعك. وكده كده بقى بوابات الدفع موجوده اصلا ومدمجه، فانت مش هتدفع اي حاجه بوابات الدفع دي، هي موجوده اصلا على بلاس بيز. طبعا من غير ما اقول يعني كل الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده اكيد بعد ما اخترنا المنتج، ونختار المنتج بقى من الادوات اللي ممكن تساعدنا زي سيلز ترند او بيبي ادز او مينيا او حاجه من الحاجات دي يعني. ودول بيبقوا اشتراكهم في الشهر حوالي $30، فدول برضو $30 وهنضمهم على $70 اللي كانوا قبلهم، فاحنا دلوقتي بنتكلم في حوالي $100 صرفناهم لحد دلوقتي، وكمان دفعنا الاشتراك الشهري في الاداه بتاعه اختيار المنتج. والخطوه اللي بعد كده بقى هو انا ازاي هسوق للمنتج اصلا؟ ففي الحاله دي بقى والبادجت الصغيره اللي احنا داخلين بيها دي اللي هي مثلا $300، اكيد من ميزانيه ما تسمحش ان انا اروح ابعت بقى المنتج لحد اشحنه له ويعمل له فيديو ويبعته لي وياخد له $70-80 في الفيديو ولا $50، اكيد مفيش رفاهيه للكلام ده. في حته موضوع اعلانات اليو جي سي دي غالبا مش هتعرف تعملها في الحاله دي. وبعيدا عن الفيديو بقى دلوقتي، لو انت عايز اصلا تفهم بقى قصه موضوع الاعلانات دي، والاعلانات دي بتتكلف كام، والاعلانات دي ممكن اعملها فين، طب ايه انواعها، طب ايه النوع المناسب يعني للبادجت بتاعتي، كل الحاجات اللي تخص اعلانات منتجات الدروب شيبنج دي، فانا كنت عامل فيديو موضح فيه 7 انواع لاعلانات منتجات الدروب شيبنج، كل نوع فيهم بالتفاصيل. هسيب لك لينك الفيديو تحت، وصدقني الفيديو ده هيفرق معاك جامد جدا. المهم بقى ايا كان، نرجع للموضوع بتاعنا دلوقتي ونكمل الرحله بتاعتنا في عمل متجر دروب شيبنج كامل ب $300. ففي الحاله دي بقى انت محتاج ان انت تتعب نفسك شويه وانت اللي تصور المنتج. فانت دلوقتي اللي هتعمله ان انت هتشحن المنتج من بره وتجيبه عندك بلدك. يعني انا مثلا دلوقتي لو هشتغل بالطريقه دي، فانا هجيب المنتج عندي مصر، وهو ممكن يبقى مكلف شويه وياخد وقت شويه، بس هي هتجيبه مره واحده بس وتخلي عندك يعني انت هتجيب قطعه واحده بس من المنتج بتاعك مش اكتر. وساعتها بقى هتصور انت المنتج بنفسك وتعمل فيديوهات وكده تصورها بنفسك، مش هتجيب حد يعملها. وتحاول تتعلم بقى ان من موبايلك ممكن تعمل مونتاج بسيط كده، سواء مثلا على كاب كات او كانفا او اي برنامج مونتاج خفيف يعني، وتعمل فيديو مثلا حوالي 15-20 ثانيه وانت بتستخدم المنتج كده، ويعني وتحاول تتعلم واحده واحده كده لحد ما تبدا تعمل فيديو حلو. بس هنا بقى انت مش تعمل فيديو واحد ولا 2 ولا 3، لا انت لازم تعمل حسابك انك هتعمل فيديوهات كتيره جدا، عشان بقى المفاجاه اللي هقول لك عليها دلوقتي، انت دلوقتي هتلجا لموضوع الاورجانيك ماركتنج. والاورجانيك ماركتنج ان انت مش هتصرف اعلانات مموله، لا انت هتنزل فيديوهات كتيره جدا كده على التيك توك، وتحاول بقى ان في فيديو او 2 فيهم كده هم اللي يضربوا ويجيبوا مشاهدات، وعلى الاساس ده ان شاء الله يجي لك مبيعات. وعشان برضو ما نتوهش ونكمل حساباتنا، فاحنا زي ما قلنا من شويه ان احنا صرفنا لحد دلوقتي $100. دلوقتي بقى عشان نجيب المنتج مصر، لو قلنا مثلا منتج ب $10، فعشان يجي مصر ممكن يقف بحوالي 30 40 50 وممكن اكتر كمان على فكره، الله اعلم يعني. بس ايا كان احنا هنحط كمتوسط مثلا $50، وكده احنا دخلنا في حوالي $150 كل التكلفه اللي دفعناها لحد دلوقتي. وطبعا بقى تكلفه المنتج شحنه دي بتختلف على حسب نوعه وعلى حسب حجمه وعلى حسب هيجي من قد ايه وعلى حسب حاجات كتيره جدا كده، فعشان كده انا حطيت رقم متوسط عشان مش هعرف احسبها لك تبقى مظبوطه يعني. ودلوقتي بقى انا بعد ما جبت المنتج مصر وصورته وعملته بفيديوهات وعملت عدد فيديوهات حلو، ايه بقى المفروض اعمله تاني بعد كده؟ وطبعا بما ان مفيش قدره على الاعلانات المموله سواء على فيسبوك او تيك توك او انستجرام، طبعا دي حاجه مش محتاجين نقولها يعني، احنا بادئين اصلا بميزانيه $300، فاكيد مفيش رفاهيه الاعلانات مموله اصلا. فزي ما قلنا بقى من شويه هتلجا ليه الاورجانيك كونتنت على التيك توك. وليه تيك توك بالذات؟ عشان دي احسن منصه في الانتشار، احسن من الفيسبوك واحسن من انستجرام بكتير جدا. فانت محتاج انك تنزل فيديوهات كتير وتحاول بقى ان في فيديو او 2 كده هم اللي يضربوا، ودول ان شاء الله يجيبوا لك مبيعات. بس المهم يكون معاك عدد فيديوهات محترم، مش فيديو ولا 2 ولا 3 بس يعني. لكن هنا بقى كالعاده هنلاقي برضو ان عندنا مشكله، والمشكله دي احنا مش عارفين نحلها. طب ايه هي المشكله؟ والمشكله اللي عندنا
عندنا دلوقتي بقى هو انا ازاي اعمل اصلا اكونت تيك توك وانا قاعد في مصر وانا قاعد في الوطن العربي، يعني ازاي هعمل تيك توك في امريكا او في انجلترا؟ عشان طبعا زي ما انتم عارفين التيك توك بينتشر على حسب الموقع الجغرافي من المكان اللي مفتوح منه الاكونت ده. فانت هنا بقى عندك حل من 3 حلول عشان تعرف تحل المشكله دي. واول حل انك تشوف واحد صاحبك عايش في الدوله اللي انت عايز تبيع فيها المنتج دي، نفترض نقول امريكا مثلا، فتشوف واحد صاحبك عايش هناك وتشتري له رقم اجنبي، وبعد كده تبقى تبعت له الفيديوهات وتقول له يعني ان هو يعمل ابلود للفيديوهات من عنده. ودي احسن طريقه وامن طريقه، عشان طالما بيعمل ابلود للفيديوهات من جوه امريكا ذات نفسها فهو كده بامان ومفيش ريسك ان الاكونت ممكن يتقفل. والحل الثاني بقى انك تشوف عامل حر على ابورك مثلا، وطبعا العامل الحر ده يكون عايش في امريكا او عموما يعني في البلد اللي انت عايز تبيع فيها المنتج ده. وهنا بقى هتجيب له رقم اجنبي وهتتفق معاه على عدد فيديوهات هتنزلها كل شهر هتبعتها له وهو هينزلها من عنده. لكن دي طبعا هتقف مكلفه شويه، وانا حاولت يعني اوصل في الموضوع ده واتفقت مع واحد على موقع ابورك واتفق معايا ان هو هياخد $150 في 10 فيديوهات في الشهر، وهو مش هيعمل اي حاجه، هو هيعمل ابلود للفيديو بس، يعني انا اللي هصوره وانا اللي همنتجه وانا اللي بعمل كل حاجه، لكن هو هيرفعه بس من عنده. فدي عيبها شويه ان اللي بيعملوها ممكن يطلبوا رقم كبير شويه عشان يعمل لك المهمه دي، لكن برضو خد الحل ده في حساباتك ان هو موجود يعني. او الحل الثالث بقى انك تعمل حساب تيك توك امريكي من مصر مثلا، وساعتها بقى تشتري رقم امريكي وتشغل VPN، لكن عايز اقول لك ان الحل ده بنسبه 90% هيتقفل، فيا ريت يعني تشيله من حساباتك خالص. فهو يا اما مش هيشتغل او هيشتغل يومين وهيقف، او هيشتغل يومين بس مش هيتقفل، بس هيبقى متعطل في كل حاجه، لا تعرف تعمل ابلود ولا اي حاجه. فيعني ده نصيحتي، ما تلجاش الحل ده خالص. وفي حل كمان جديد بقى بس انا بصراحه ما جربتوش، يعني ما اعرفش هو نجح ولا لا، بس هقول لكم عليه برضو. انك ممكن تشتري شريحه من امازون، بس بقى مش شريحه الكترونيه، لا ده شريحه تمسكها في ايدك عادي، شريحه ملموسه يعني زي الشريحه اللي في موبايلاتنا كده، بس الشريحه دي تكون شاريها من امازون امريكا، وتكون شريحه برقم اجنبي امريكي. ولما تجيلك الشريحه تحطها في موبايلك، وبعد كده ترجع موبايلك بقى للديفولت كانك لسه جايبه من اول وجديد. وبيقولوا يعني ان الحل ده بينجح، وانا بصراحه يعني مش عارف، انا ما جربتوش لسه، بس قلت اقول لكم عليه يعني. ولو عايزين نجرب الموضوع ده معاكم، موضوع ان احنا نجيب شريحه امريكيه من بره ونحطها في موبايلنا ونشوف هتشتغل ولا لا، او هل فعلا نعرف نفتح تيك توك امريكي ولا بعد شويه وهيقفلوه، فيا ريت تسيبوا لنا كومنت تحت، واحنا هنبقى نعمل عنه فيديو خطوه بخطوه قدامكم بالتفاصيل الممله، وهنقول لكم سواء نجحت او فشلت. المهم بقى في الاخر ان اي حل من الحلول دي هيكلفك من حوالي $50 ل $100 مثلا، ده لو في حل فيهم نفع يعني. وطبعا اكبر نسبه حلين ان هم ينجحوا ان انت تتفق مع واحد صاحبك بره او تتفق مع عامل حر عايش بره، دول احسن اتنين. وكده دلوقتي التكلفه الاجماليه من اول ما بدانا حوالي من $250 ل $300. وهنا بقى اللي هتستناه ان انت تحاول تنزل فيديوهات كتير على التيك توك، وتستنى فيديو فيهم يضرب ويجيب مشاهدات كتير، وان شاء الله بعديها يجي لك مبيعه كبيره يعني، او يجي لك نسبه مبيعات كبيره عموما يعني. ودي كده كل الخطوات الصح لاي حد بيقول لك نجح دروب شيبنج ب $300، فهو مشي بالطريقه دي مليون في الميه. وبجد الخطوات اللي بقول لك عليها دي هي الخطوات اللي هم بيعملوها وبيبيعوا كورسات بيها بفلوس كتيره جدا، انا مديها لك مجانيه 100%، فما تستخسرش فيا اللايك. وان شاء الله بقى في فيديو تاني بعد كده هبقى اعمل التجربه دي قدامكم خطوه بخطوه بالتفاصيل الممله، وهعمل مثلا دلوقتي لما اعملها قدامكم بعديها هعمل فيديو بشهر وهقول لكم النتيجه اللي وصلت لها، وساعتها هوريكم النتيجه بما يرضي الله، وهوريها لكم على بلس بيز سواء الفكره دي نجحت او فشلت. ومفيش اي مانع ان احنا نعملها، خصوصا انها مش مكلفه قوي يعني. يا ريت بس لو عايزيننا نعملها تكتبوا لنا كومنت، وتكتبوا لنا تحت في الكومنت بلس بيز، وان شاء الله هنعملها في فيديو معاكم. واخيرا بقى عايز اقول لك رايي في الموضوع ده بمنتهى الامانه، زي ما قلت لكم في الاول، انا دلوقتي شرحت لك الخطوات وقلت لك تعمل ايه وما تعملش ايه وايه الحلول وكل حاجه، لكن عايز اقول لك رايي الشخصي، سواء عايز تاخد بيه ما تاخدش بيه براحتك، بس ده رايي الشخصي. انا بصراحه مش مع الفكره دي، وده لكذا سبب. والسبب الاولاني ان بلس بيز فارق كتير جدا عن شوبيفاي، وان شوبيفاي مسهل عليك حاجات كتيره جدا، وعامل انتجريشن مع كل الموردين اللي موجودين يعني، او الناس المشهورين المعروفين، وعامل ابلكيشن بين المورد وبين لما يجيلك الاوردر من العميل، فالاوردر يروح للمورد على طول، فالمورد يشحنه له اوتوماتيك، مسهل لك العمليه يعني، وبيوفر عليك خطوات كتيره قوي. وكمان علي اكسبريس وسي جي دروب شيبنج وكل الحاجات دي كلهم عاملين انتجريشن مع شوبيفاي، فدي حاجه لو انت ابتديت على بلس بيز فالحاجات دي ممكن تضايقك شويه. والسبب الثاني اللي مش عاجبني بصراحه في الموضوع ده ان انت قايم بزنس كامل اعتمادا على الاورجانيك ماركتنج، وكل املك ان في فيديو من الفيديوهات اللي انت بتنزلها يضرب على التيك توك. وعايز اقول لك دي حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش اصلا، عشان مش شرط حد عامل اكونت جديد ان في فيديو من الفيديوهات يضرب، فانت محتاج مثلا ممكن ده الفيديو يضرب ده بعد الفيديو رقم 50 مثلا، فده هياخد منك وقت كتيره جدا ومجهود كتيره جدا، وانت ما وصلتش لاول بيعه اساسا. فعشان كده بقى الاعلانات المموله بتبقى مهمه جدا في الطريقه العاديه، عشان الاعلانات المموله بتستهدف الشخص اللي ممكن يكون عايز المنتج، انما الاورجانيك ده هو بيوصل بشكل عشوائي للناس،
فانت ما تعرفش بقى اللي هيوصل له ده مناسب للفئه او للعمر او اهتمامات المنتج بتاعك او ايا كان يعني. فده برضو عيب من عيوب الاورجانيك كونتنت. لكن الطريقه دي طبعا فيها ميزه ان هي مش محتاجه راس مال كبير خالص، وكمان ميزه ان البوابات الدفعه مدمجه موجوده في بلس بيز. بس لازم برضو وانت داخل بالطريقه دي تكون عارف ان انت ممكن تقعد حبه حلوين كده عمال ما يجيلك اول بيع، وممكن تبيع من الاول الله اعلم. بس بتكلم ان انت طالما بتعتمد على الاورجانيك ماركتنج، الحاجه اللي مش مدفوعه، فانت ممكن تقعد فتره شويه كده في الاول وتكون مقتنع وعارف ومستعد ان انت تقعد الفتره دي ان انت ممكن ما تبيعش في الاول. وكده خلاص احنا وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى اكون وضحت لك كل حاجه في موضوع انك ازاي تبتدي في الدروب شيبنج بميزانيه $200 و$300 والكلام ده كله، عشان لو لقيت حد عامل فيديو بيقول لك انا ابتديت بميزانيه $200 و$300 والكلام ده، تبقى انت فاهم كده ايه الخطوات اللي هو عملها وايه الحاجات اللي هو عملها. وفي الاخر الله اعلم، انا ما اقدرش اقول لك اللي بيقول لك كده يبقى كذاب او نصاب، الله اعلم. هو ممكن فعلا الاورجانيك ماركتنج ظبط معاه، ممكن فيديو عنده ضرب في الفيوهات جامد جدا وباع على اساسه كتير، فهو كسب، دفع $300 وكسب $1000 مثلا، فهو فعلا كده يبقى كسب. لكن عايز اقول لك ان ده مش العادي وده مش الطبيعي. العادي والطبيعي ان انت هتستنى فتره كده حلوه في الاول عمال ما تعرف تبيع. وبرده حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا عليها اللي فيها معوقات شويه هي موضوع فتح الحساب التيك توك الامريكي، عشان ده ساعتها مش تبقى حاجه جانبيه مثلا مع اعلانات الفيسبوك، لا ده هتبقى حاجه رئيسيه. انت مش هتعلن على حاجه غير الاورجانيك كونتنت على التيك توك، فلازم تكون متاكد 100% انك هتعرف تفتح حساب تيك توك امريكي او اجنبي يعني عموما في الدوله اللي انت عايز تبيع فيها المنتج ده. وكده خلاص احنا وصلنا لاخر حاجه. يا ريت تقولوا لنا ايه رايكم في الفيديو، وزي ما قلنا لو عايزين نعمل فيديو ايه الخطوات اللي هنعملها بقى بشرح عملي بقى، مش كلام بس كده وخلاص، شرح عملي على شاشه الكمبيوتر خطوه بخطوه في الموضوع ده. فيا ريت تسيبوا لنا كومنت تحت، وبعد كده هنعمل لكم فيديو بعدها بشهر ونقول لكم ايه النتيجه اللي احنا وصلنا لها، وسواء نجحت او فشلت هنقول مش هنتكسف يعني. ولو في اي حاجه واقفه معاكم او في اي سؤال او في اي فكره جديده عموما سواء مدفوعه او مش مدفوعه، يا ريت تسيبوا لنا كومنت بيها تحت او تبعتوا لنا على الدي ام بتاع انستجرام بتاعنا. واخيرا في الاخر ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتعملوا لنا فولو على تيك توك وانستجرام، وان شاء الله نشوفكم بفيديو جديد بفكره جديده، ونشوفكم على خير. سلام.